بعد 5 ايام من تمليح السردين يلا بينا نفتحه مع بعض. ناس كتير كانت بتقول ما حطيتيش ليه عليه زيت. لا مش لازم يتحط عليه زيت عشان خاطر يتملح ولا اي حاجه. بصوا ده شكل الكيس بتاعه، ريحته حلوه قوي. طبعا مش حلوه قوي كانديز يعني، ريحته حلوه سردين مملح. طلع بقى كده، بصوا شكله عامل ازاي. هطلعه بقى واحده واحده علشان ما اقلبهوش بالميه بتاعته على الطبق. ودلوقتي بقى بيبقى قدامكم حاجه من الاتنين، يا اما تنضفوه وتشيلوه متنضف، يا اما زي ما هو كده تحطوه في علبه تانية تحطوا عليه زيت من فوق وتشيلوه برده في التلاجة. والناس اللي كانت بتسال انا كنت حاطاه في التلاجة ولا كنت حاطاه بره، لا انا كنت حاطاه بره لان الجو ساقعه، بس مش حاطاه جنب حاجه سخنه يعني. السردين بقى التنظيف بتاعه المفروض ان احنا بننجر القشر بتاعه يتقشر. هقشر القشر بتاعته دي وهشيل الراس وهي بتطلع بالبطن. افتح بقى السردين، بصوا لونه عامل ازاي. هشيل بقى السلسله دي كده. السردينه بقت متنضفه وزي الفل. هتنضفوه كله بنفس الطريقه دي وتحطوه في علبه وتحطوا عليه زيت وتطلعوه وتاكلوا منه على طول. ايه ده تحفه، ده مش عايز ليمون. تعالى تعالى تعالى. سحورنا يا اخواتي. سحرنا يا اخواتي فعلا. الساعه 4:15 والله العظيم الفجر. يلا دوق. حاجه مهمه جدا لازم تعملوها مع السردين لو انتوا عاملينه في علبه كده، قلبوه كل شويه برضو علشان الميه بتاعته تتوزع عليه كله وما يطلعش منكم ناشف. ايوه كفايه كده. اهم حاجه ببذره. وده احلى سردين مملح هتملحوه بنفسكم في البيت. بوم بوم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وفولو ونشوفكم الفيديو الجاي.